يا ابن آدم يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق النفس، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتح. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. اول ما نبدا كده بالصلاه على النبي، لايك حلو منك كده يا ست الكل، والاشتراك في القناه لو انت لسه مشتركتيش، عشان تنوري لي قناتي احلى متابعين في الدنيا. طبعا بقى تسلمولي، اول حاجه كده تسلمولي على كلامكم الجميل اللي بتجبروا بيه بخاطري. طبعا النهارده كده روتين جميل جدا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عملنا النهارده طبعا مكرونه بشاميل وجلاش. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عليه. طبعا بقى عملت صينيه بشاميل، تمام، واللهم صل وسلم وجلاش كمان. وحطيت طبعا حصقت بقى اللحمه وحطيت عليها فلفل اسود وكمون وبهارات. لو عايزه تحطي شطه حطي، تمام، وتسيبيه بقى شويه ملح كمان، وتروحي مدياله تقلبتين بصوت كده، وتروحي حطاهم على النار دقيقتين كده بس كده، يعني ايه، ياخدوا مع بعضيهم كده، واللحمه تكون استوت باذن الله وتعصقت حلو. تمام كده، تمام. معلش بقى على صوتي لاني فعلا تعبانه ومش عارفه مالي، زي ما تكون عندي ضيق تنفس، مش عارفه ليه كده، بس يلا الحمد لله ان شاء الله خير. فطبعا بصي بقى، عملت بيضه واحده، وحطيتها كده وقسمتها على نصين. طبعا عندي كوبايتين لبن اهو زي ما انت شايفه. كوبايتين اللبن دول هحطهم طبعا للجلاش بعد ما خلاص خلصته كده، واروح حاطاه من فوق الوش، بقى زي الفل وطري وجميل جدا جدا جدا. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده، وحطيت بقى في حبه فلفل اسود ورشه من الملح بردك عليه وكده، وقلبتهم كويس جدا. وبعد كده ايه، هنزلهم بقى على الجلاش بعد ما اعمله قدامكم حالا اهو. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده، كل دوت زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. طبعا اهوت خلاص هقلبها تقلبتين بصوت كده، واروح ايه قافله عليها بقى عشان خلاص استوى. تمام. ده كيلو من اللحمه المفرومه يا حبايب قلبي. طبعا بقى هجهز بقى الصواني. الكريمه اهي، انا بصراحه ما بشتريش اكياس الكريمه من بره، تمام. يمكن مرة وحيدة اللي انا عملتها، بس انا ما بشتريهاش اصلا. لكن انا بعملها ازاي بقى حبايب قلبي؟ طبعا كل متابعيني عارفين انا بعملها ازاي. طبعا حطيت الدقيق، انا ما بحمرهوش برضو بالسمنة ولا الزبدة ولا الكلام ده كله، لا، انا بعمل على اللبن ني في ني. اللبن كده اصبه، وبعد كده احط عليه بقى الدقيق وملح فلفل اسود كمون بهاراتك بقى، وورقه مرقه بقى، عايزه عندك شوربه، تمام، ودقيق، وتروحي مقلباهم في بعضيهم كده حلو. وانا حطيت زبده في ديت، ما حطيتش سمنه، حطيت زبده كانت طعمها زي الفل، ورحت مقلباهم كويس جدا. عايزه تحطي بيضايه مع الكريمه تمام، مش عايزه تحطي فوق الوش تمام برضو، كام كده ماشي وكده ماشي، كده حلو وكده حلو بصراحه. فانا بعملهم ديت، طبعا دي احنا متعلمينها من امي بقى، وامي هي على طول دايما بتعملها كده. لكن انا عندي اخوات جوزي بيجيبوا الكياس ديت وبيعملوها الكريمه، بس انا بصراحه ما حبيتهاش قد اللي احنا بنعملها في بيتنا يعني. تمام كده، تمام قوي كده. طبعا بقى حطيت طبقه من تحت ورق بتاع دوت، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كريمه حطيتها من تحت، وبعد كده حطيت عليها المكرونه طبقه صغيره. الصينيه المكرونه بتاخد مني كيسين مكرونه، تمام.
طبعا بقى حطيت بقى على الارضيه حطيت كريمه، وبعد كده حطيت طبقه من المكرونه، وبعد كده حطيت يجي كبشتين كده من الكريمه من فوق الوش قبل ما احط اللحمه، وبعد كده نزلت عليهم بالمكرونه، وكمان غرقتها بقى الكريمه كده. لازم الكريمه كده تاكل من تحت ومن فوق كده، تبقى زي طعمها كلها كريمه، تبقى طعمها زي الفل. حبايب قلبي اتوصوا في الكريمه شويه. انا عامله والله كيلو 2 كيلو، انا عامله 2 كيلو دقيق 2 كيلو لبن سوري. يا الله. بس كده طبعا بقى اتوصي شويه قوي يعني في الكريمه، عشان الكريمه هي اساس المكرونه اصلا. بس كده زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. فبقى دي الصينيه التانية، عملت صينيتين بشاميل، عملت صينيتين من الجلاش، وعملت كمان سمبوسه. وكان الاكل كان زي السكر، زي ما يكون كده. بصي كان جميل جمالة، جميل حلاوة جميل كل حاجة بصراحة يعني. كان ربنا زايد ومبارك فيه. الحمد لله يا رب على نعمتك لينا. بس كده بقى كمان كده زي ما انت شايفة كده خلاص خلصت كل حاجة. فطبعا بقى هرصها بقى بردك، وهحط لها كريمة، وبردك هحط بقى الاتنين في الفرن ونشوف اللي وراه بقى. يعني بصي النهارده يوم متعب جدا، محتاجين منكم حته لايك حلو كده يا ستي الكل كده، ما تبخليش عليا بلايك حلو، وكمان تعليق حلو منك كده تكبري بيه في خاطري، عشان تشجعوني ان انا انزل لكم من الفيديوهات واكتر لكم من فيديوهاتي، واوريكم افكار جميله وكل حاجه حلوه. لو هفيدك باقل حاجه، لو هفيدك بس بكلمه حلوه، المهم تكبري بيه بخاطري كده ان انتوا تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات واكتر من فيديوهاتي، وانزل لكم حاجات وافكار جميله جدا باذن الله. دي الصينيه كده التانية خلاص كده خلصت. طبعا في واحده هحط عليها من فوق الوش جبنه رومي، وكانت عندي بصراحه، وما كانش عندي جبنه موتزاريلا خالص، كان عندي جبنه رومي، وحطيت صينيه بالجبنه الرومي، وعملت صينيه حطيت فيها بيضايه وفلفل اسود بس، زي ما انت هتشوف كده كله ده دلوقتي حالا. بس كده. واذا كان دي كانت زي الفل، اذا كانت دي كانت زي العسل برضك، يعني سبحان الله كان ربنا زايد ومبارك فيه والله العظيم. كانت زي السكر، الاكل كان زي السكر والله العظيم، يعني كان ربنا زايد ومبارك فيه ومديله طعامه يعني. وبصي وكنت عامله بقى كده ايه مزاجي رايق شويه، كنت واقفه كده في المطبخ، كنت حابه ان انا اقعد في المطبخ. فاهمه انت لما تكوني تعملي حاجه وانت مزاجك رايق كده، غير ما انت بتعملي حاجه وعايزه اخلص لا صراحه يعني انا كنت واقفه بعمل بمزاج، عشان كده كانت زي الفل حبايب قلبي. زي ما انت شايفه ديت اللي فيها الجبنه الرومي، والتانية البيضايه وحته فلفل اسود، حبه فلفل اسود كده، كانت زي الفل اهو زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. بس دول هيحطوا بقى في الفرن، دخلهم بقى يا ام ميه. طبعا بقى جينا فين في كمان الجلاش. طبعا بقى حطيت من تحت كده زبده، ما كانش عندي بصراحه يعني، كانش عندي سمنه، وكان عندي حته زبده في التلاجة، ومشيت بقى الغرض، وكانت طعمها زي السكر. بس كده. طبعا بقى حطيت اللحمه المفرومه، تمام، طبقه ما بين طبقه وطبقه زبده، تمام. وكمان هحط بقى دول زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي الوش برضو. يعني انا بقى عاملاها ان هي طبقة صغيرة، مش طبقة عريضة ولا الكلام ده كله، تمام كده زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي. اهو هفضل بقى كده الفها لفة حلوة في حلوة وتبقى زي الفل كده قدامك زي ما انت شايفة. والله العظيم بصي حبة اكل زي العسل طول ما انت بتعمليهم كده، وانت بصي نفسيتك حلوة، دنيتك حلوة، حواليك نضيف. والله العظيم انا كنت بصي طلع عيني حرفيا. كنت واقفه اعمل الاكل، وايد على الترويق، وايد على المواعين، وايد على الاكل، يعني بصي يعني سبحان الله كان احنا بنطلع ايدينا دي في كل اتجاه.
في كل حته والله العظيم فعلا، لحد ما خلصت الدنيا كلها كانت زي الفل اهو زي ما انت شايفه كده. دي الصينيه التانية يا حبايب قلبي. هحط بقى كمان هحط برضك اللي انا قلتلك عليها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كوبايه اللبن اللي فيها بيضه، اللي فيها نص بيضه، وفيها فلفل اسود ورشه ملح، هرشها برضك عليها زي ما انت شايفه كده. لازم اسقيها وبعد كده احطهم بقى في الفرن ويبقوا طعمهم زي السكر يا سكر. بس كده هدخلهم بقى الفرن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو زي ما انت شايفه كده هترجي بقى يمين وشمال يسقيها كلها، متبخليش عليها نهائي. وده بصي ده الشكل اهوت النهائي دلوقتي يا حبايب قلبي، وهحطهم بقى في الفرن. تمام. لسه كده مستووش. جينا بقى في السمبوسه. بصي بقى سمبوستنا، هحط حبه لحمه مفرومه كده، وهروح كمان ملفيها مثلثات. بصي بقى اللفه، في ناس بيلفوهاش كده، في ناس بيلفوها كده، يعني على حسب، يعني في ناس بيبرموها برم، وفي ناس بيعملوها زي ما انا بعملها كده. انا بصراحه بحبها كده، بحس ان شكلها احلى. بصي اهي، واحده يمين وواحده شمال. وبصي ديت الغلاف اللي انتي بتقفلي بيه، ديت بقى مهما هتعمليها مش هيحصل حاجه. وفي نفس الوقت والله العظيم زي ما بقولك انك هتحمريها مش هتفك منك. دي جبنه براميلي، انا بحبها جدا، بتدي طعم وحدوقيه كده، بتبقى سايحه من جوه، بتبقى طعمها زي الفل، يعني بتبقى طعمها عسل قوي اهو. بصي زي ما قلتلك تروحي مدخلاها كده في النص كده، ولا هتتفتح ولا اي حاجه، بالعكس مقفوله، وهتفضل الحشوه جواها ومش هتطلع منها، وانتوا هتشوفوا دلوقتي وانا بقليه اهو. طبعا بقى عندي كمان جبن مثلثات، طبعا طلعتها برضك وحشيت منها، كانت جميله جدا. بصي السمبوسه ديت بتقولك احشيني اي حاجه وانا راضيه، احشيني اي حاجه اهي. بصي حبايب قلبي ادي شكلها، وجميله جدا وحلوه جدا 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 بصراحه. بصي كل حاجه عايز تحشيها احشيها، مش هتقولك لا، اللي عندك موجود احشيه ومش هتقولك لا. بس كده اهو، حبه لحمه مفرومه وكمان جبن، بس كده. هقلي بقى كده زي ما انت شايفه، ما بتاخدش ثواني على النار يا حبايب قلبي، بتاخدش ثواني، يعني ايدك على طول كده اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا والله العظيم انا كنت لسه بعمل فيها، وكان بصراحه جوزي اللي كان واقف معايا بيساعدني والله العظيم، فربنا يديله الصحه يا رب ويخليه ليا ويفضل كده يا رب دايما معايا. والله العظيم هو فعلا اللي ايده بايدي دلوقتي، وهو اللي عمال بيعمل كل حاجه. يعني بصي كنت انا واقفه والله العظيم لسه بكمل بقيه الحاجه، وكنت بغسل، كان في شويه مواعين محترمين، وكمان كنت ايدي هنا وايدي هنا، والله العظيم ما كنتش عارفه اقعد، فهو راح هو اللي قلاهم بصراحه كده زي ما انت شايفه كده، واكيد يعني انت عارفين شايفين ايده يعني. فبصراحه ربنا يخليه ليا. بس كده وادي خلص خالص كده وطلعناه زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. وادي الشكل النهائي. يا رب الفيديو يكون يعجبكم بس يا رب كده، ويبقى عند حسن ظنكم فيا. وبصي انا والله العظيم بصي المواعين اللي انا كنت بغسلها وهو كان بيطلعهم لي من الطاسه، والله العظيم بصي كان المواعين قد ايه ما اقولكيش يعني. وادي اللحمه هي دي حبايب قلبي، والله انا اكلتها وانا واقفه اصلا شفتي بس كده، وطعمها جميل والله. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده، ورحت كمان طلعت الجلاش اهو قدامكم. ماشي حبايب قلبي، ادي الجلاش والمكرونه بشاميل. وبصي عندنا فرين بناتي، فرين بياكلوا الحاجه وهي سخنه مولعه كده وينقطوها كده. دي صالتي بقى يا حبايب قلبي، دي طبعا الصاله. بصي العيال كانوا مطلعين عيني، وعيال اخوات جوزي برضو كانوا كلهم برضو موجودين. بصي لو اقولك ان هما عفرطوني، والدنيا كانت زي ما انت شايفه كده، بس على مين والله شقتهم خليتهم يعملوا معايا بس كده. فرحت بقى مروقه طبعا الانتريه كده زي ما انت شايفه، ورحت في نفس الوقت كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لميت الدنيا كده زي ما انت شايفه. تمام. ورحت كنساها انا بقى، ورحت لما كل اللي حواليا، وبرضك مش عاتقني،
فتحت بقى الباب كده عشان ساعات بيبقى عندي الباسطة ديت بتبقى فيها متركنة فيها ترابة وكده، فانا بحب اجيبها كده زي ما انت شايفه اهوت. وادي شكلها. وبعد ما فرشتها وكان زي الفل والحمد لله. والله العظيم ربنا بيقوي، والله ربنا بيقوي. كل ما الواحد ما يقول يا رب، ربنا كريم والله وعالم بعباده. طبعا بقى لسه يا جماعه في اوضتين اهم، انا لسه ما جبتش معاكم اوضه النوم ولا الاوضه التانية، فغصب عني والله العظيم، لاني لسه فيها تظبيطات ما خلصتش. وفي نفس الوقت انا لسه ما ركبتش ولا ستاره غير في ستاره الحمام فقط لا غير، والله ما ركبت ولا ستاره. فلسه برضك لسه الحال لسه ايه، في شويه تظابيط كده عايز تتظبط. فانا باذن الله واحده واحده عليا والله العظيم هنزل لكم كل حاجه كاملا. طبعا بقى دخلت على اوضه الاطفال كده، اوضه الاطفال كانت متبهدله زي ما انتم شايفين في الاول كده، كانت طالع عينها. طبعا بقى نفضت السرير ورحت عادله الملايه والدنيا تمام، وطبقت لهم البطاطين بتاعتهم كده ورحت حطاهم على سرايرهم وكانت زي الفل. بس كده وعدلت الدنيا مطرح العيال ما كانت بتلعب وبهدلوا لي الدنيا كده الله يسامحهم. بس كده. فكمان يا حبايب قلبي ورحت ايه، كنسة بقى، كنس محترم اهوت. بعديها بقى ورحت كنسة بقى كله. ودي شكل بقى الأوضة بقى لما بتحلو، مش وهي وحشة وهي حلوة كده. ده شكل الأوضة بقى، ناقص بقى هكنسها وخلاص كده زي الفل. الله يسامحهم عيالي والله، الحمد لله ربنا يخليهم ويبهدلوا كمان وكمان. بس كده كنسنا بقى ولميت كل حاجة. بصي التراب ما تعرفيش التراب بيجي منين والله العظيم، واللعب تحت الحاجة والانتريه كان بيبقى في كل، بصي كل حاجة بياكلوها بحسها في الانتريه، مش عارفة ليه يعني. فواض الاكل لعب كل ده بلاقيه متحشر في الانتريه، فبصراحة بشيله واحنا طالع عنا يعني. طبعا بقى دوت بتاع الغسيل انا بحطه لهم عشان ايه، اي حاجه قلعوها ولا اي حاجه هروح حاطينها فيه. ده شكل الحمام يا حبايب قلبي، ده شكل الحمام بتاعي. هو زغنطوط بس بحبه بصراحه، جميل جدا ومريح. طبعا بقى وديت بقى بواقي الاكل اللي احنا كلناه حبايب قلبي، ودي المواعين بعد ما خلصتها. وكده الشقه تكون خلصت كده قدامكم، ويا رب الفيديو يكون يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم فيا. وادي كمان الطرقه بتاعتي، والطرقه فيها اوضه الاطفال والناحيه التانية اوضه النوم واوضه نوم تانية، وادي الصاله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك حلو، واسيبك في رعايه الله.